السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعة، عشان خاطر الناس اللي عمالة تبعت لي امبارح على الفيديو اللي نزلته بتاع ماتش الأهلي وبيراميدز. أنا كأهلاوي بقول لك ضربة الجزاء بتاعة بيراميدز اللي ما اتحسبتش ومتعاد فيها الفار، الكرة دي ضربة جزاء صحيحة. عشان خاطر الناس امبارح رن وصدعوني الكرة ضربة جزاء. أنا كأهلاوي بقول لك الكرة ديت كانت ضربة جزاء. حته بقى ان الحكم رجع للفار وما حسبهاش وكده، وان هو قال ان هو وليد الكارتي كان حاطط رجليه قدام كريم فؤاد، كل الكلام ده على راسي. بس الكره اتعادت كذا مره امبارح، اي حد هيقول لك ان الكره دي ضربه جزاء. فما حدش يعني ايه يتهاون بقى في الامر وهو يقعد يقول لي لا اصل فيها شك. لا، هي الكره ديت كل الناس اجمعت ان الكره دي ضربه جزاء. بعيدا بقى عن ديت، تعالى بقى انا جايب لك حاجه جديده النهارده وحلوه هتعجبك خالص. الشيبي بعد ما كسر ايه اسف بعد ما قتل حسين الشحات عشان خاطر ياخد حقه، طالع بعد الماتش بيقول لبيراميدز ان هو ان شاء الله ايه بالسلامه ماشي، يعني الراجل ده اخر يوم ليا وماشي. ممكن يرجع تاني وممكن يكمل وممكن ما يمشيش ونرفزه. بس الكلام اللي اتقال النهارده مع هاني حتحوت ان الراجل وهو طالع قال انا ماشي وما عادش هكمل وده اخر يوم ليا وكلام من ده. سيبك من ده، الكلام اللي اتقال النهارده مع هاني حتحوت. كان معاه الكابتن احمد صديق بيقولوا ان حسين الشحات ساعة ما دخل قتله الشيبي، قال له ده انا هبطلك كوره خالص ومش هاخد حتى طرد. تمام. انا مش عارف ايه اللي بيحصل وايه الغل اللي بينهم ده، بس بصراحه الكره المصريه في مصر مش هتتطور طول ما في الامور اللي زي دي، اللي هي ايه، اللي هو لما بيبقى في حاجه جواك داخليه او مشكله بينك وبين حد اضطروا ندخله كله في بعضه، وده مش حلو. يعني ده مش حلو في الكوره. انت نازل تلعب كوره، ده شغلك، يبقى تنزل تركز في الكوره وبس. هقول لك انا على ايه، على حاجات حصلت انت ما تعرفهاش. اولا الشيبي اول ما نزل الماتش كان واقف في الصف حسين الشحات. امام عاشور قال له فعلا ما تسلمش على الشيبي والكلام ده. بس بغض النظر، الشيبي اصلا ما وقفش في الصف ولا سلم على واحد من لعيبه الاهلي، وكان واقف بره مع المدير الفني. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه عشان افهمك ان الشيبي اصلا كان نازل من اول الماتش عينه بس ان هو يكسر في لعيبه الاهلي او ان هو يضرب حسين الشحات ويعجزه والكلام ده. ديت اول لقطه اللي قلتها لك ان هو ما سلمش على لعيبه الاهلي ولا وقف في الصف. خد تاني لقطه ان هو مش مركز في الماتش، ان هو مركز بس ان هو يلعب بعنف مع لعيبه الاهلي او يكسر حد. تاني لقطه بقى خدها، الكره اللي عملها بكعب رجله اللي هي اساسا جت بسببها الهدف. تالت لقطة عشان أفهمك وأثبت لك إن هو مش مركز، الكرة اللي راح فيها فعلا على حسين الشحات الناحية اللي هناك، وهي أصلا الناحية دي مش بتاعته خالص. هو أصلا المفروض ما كانش راح لحسين الشحات الناحية ديت خالص، ده مش مكانه. فده أكتر حاجة تثبت لك إن هو فعلا كان داخل إن هو يموت حسين الشحات، إن هو يجيب ركبته نصين. هو عايز كده ليه؟ عشان يعجزه، عشان يبطلوا كورة زي ما هو قال. فاهمني؟ فده اصلا مش حتته. فده يبين لك ان هو اصلا ما كانش فيه تركيز. الشيبي لو في تركيزه ومركز خالص في الماتش كان بيتهيألي الماتش اتغير، لان هو لاعب فعلا من اللعيبه المؤثره. لكن هو لاعب اتشغل بس بالضرب والخبط وعايز يكسر حسين الشحات وبيبص لده ويبص لده واحتكاكات عنيفه وكلام من ده. سيبك بقى من كل ده، تعالى كده تاني. مروان حمدي، انت ايه يا مروان اللي طلعك تشتم في جماهير الاهلي؟ بغض النظر في الاول وفي الاخر دي جماهير بقى، سواء زمالك او اهلي. انت ليه بتشتم في جماهير الاهلي؟ يعني ايه اللي هفت منك كده تخليك تشتم؟ انت عايز تروح الاهلي عشان كده يعني مفكر ان انت كده هتروح؟ ده جماهير الاهلي هي اللي هتبطلك كوره. ما انت ديت عايزه تشتغل، انت تشتم جماهير الاهلي بناء على ايه؟ ما انا عايز افهم هم عملوا لك ايه؟ انت اصلا يعني ايه، انت ايه عشان تشتم جماهير الاهلي؟ جده كابتن محمد ناجي جده طبعا قدم استقالته من اداره نادي بيراميدز، وقدم اوراقه كلها وخلص شغله فيه وسلم ورقه و100 ومشى. لان الراجل طبعا ما تقبلش ان النادي الاهلي، النادي المحترم اللي اتربى فيه واللي قعد فيه فتره كبيره واللي خيره كله على لاعيبه المنتخب وعلى لاعيبه مصر كلها، تمام، قال لك سلام عليكم عشان خاطر كده في غلط، في واحد بيشتم والتاني بيضرب والتاني بيمد ايده وفي مشاكل بقى ايه. هو كابتن محمد ناجي جده ملوش في المشاكل، فخد بعضه وبالسلامه قال لك انا ماشي ايه من بيراميدز خالص. والشيبي ان شاء الله مش هيكمل عشان خاطر اللي بيعمله، لان كل واحد ونيته، والشيبي ده نيته سودة ومنيله بنيله انا عارف.